السلام عليكم الدراري، مرحبا بكم في الحلقه الثانيه من جليسه. واليوم جبنا لكم عاوتاني اسطوره الثانيه من الاساطير، اللي هو السيد اللي دفعني باش لعب باسكيت واخا ما درتش فيه توزه. المهم، قدمنا راسك السي سعد. المهم سعد حارس 19 سنة. أه ولد مدينة برشيد. أه تخصص دراسي. السنة الأولى في الانفورماتيك ديجيتال. هو ديالك. والهوايات كما كيعرف كل شيء راه كرة السلة. أنا كنلعبو في فريق يوسفية برشيد إن شاء الله هاد العام، ليه فريق عريق في هاد المدينة، مع عدة مؤطرين في في كونديسيون فيزيك، اللي وقفوا معانا في بزاف المواقف اللي زوينه الصراحه، قبل ملي بدينا باسكت ومن بعد ما بدينا كنحترفوا مع الفريق. دابا كما كنصور كاع الكاس اللي كيجيو عندي هنايا، بغيت تقول لي كيفاش درتي باسكيت وكيفاش بديتي باسكيت. وباسكت بديتو كأي دري، انا فهمشي. بديت صراحه كوره. انا في الاول كنت كنحبس ما فريق رجاء برشيد صافي. راك عارف الحومه في الدراري، كنا كنلعبوا كوره في الحومه مع الدراري. كنت اغلبيه الوقت حارس مرمى. من بعد فهمتي، دا واحد طول جدري بدينا كنطوالو، والدراري كيقولوا يا ساعه طواليتي انت خاصك تلعب فولي باسكيت فولي باسكيت. اش كنسمع هاد الهضره بزاف. صافي من بعد قلت ارا نجربوا باسكيت. صافي وصلت للسنه الثالثه اعدادي، كنت انا شي مجموعه ديال الدراري طوال. فهمتي كنا حنا هما بحال العمالقه ديال المؤسسه. كنا نشدو بالون شوتي وكذا، ما كناش كنعرفوا لي فوت، كنا كنجريو بال لي دغيب القلال. فهمتي ما كانش شي ايفور. التحقت بنادي يوسفيات برشيد، نقدر نقول لك على عمر ديال 15 عام. عرفت الكوتش عبد الهادي اللي كنوجه ليه تحيه من هنا. كوتش كنعتبرو انا الاب ديالي الثاني، اللي وقف معانا في بزاف الحوايج. اش لقيت صعوبات في الاول، ما كنتش عارف لا باز باسكيت لي دغيب، ما كنتش كنعرف الريبون الشوش، ما كنتش كنعرف والو. بدينا ماتش بماتش، هو كيدير لنا الخاطر، كتماركي كيعطيك مكافأة على قد الحال. آه، فهمتي كانت مع الاستاذة امينة هي، خويا نبيل، الدراري كاملين. من بعد راه دخلت انا صاحبنا بجوج، انا وابراهيم، صافي دخلنا في الفرقه، بدينا بحال هكا. تحيه لخو ابراهيم من هنا الزنجي. حتى قريب لي غادي نجيبوه حتى هو في ان بودكاست شاء الله. جليسه ان شاء الله. جليسه جا هو ان شاء الله. قلت لك صافي بقينا مع الفريق. صافي كنمشيو المدن مختلفة مع الفريق. لعبنا ضد رجاء البيضاوي، الوداد البيضاوي، عدة فرق مشهورة. في المحيط ديال جهة الدار البيضاء 16. الحمد لله حققنا، ماشي ما حققناش بطولات، حققنا بطولات محلية. كنا كنديروا دوري محلي في المدينة. تبارك الله مدينة برشيد فيها الدراري ديال الباسكيت. غير المشكل اللي كيواجهوا ان المرافق فين غيزاولوا الرياضة ديالهم ما كايناش. هذا هو كندور المشكل. هذا الموضوع. المهم، انا مزيان هادشي اللي قلتي دابا، ومزيان انك تشجع الدراري وتشجع المدينه بخصوص برشيد لانها مدينه صغيره. يعني تقول راه كاين امل انكم تبداو واحد الحاجه، سواء كانت باسكيت سواء كانت اي حاجه اخرى، هو الانسان خاصو يبدا. دابا حنا كنشوفوا كما قلت لهم في الحلقه اللي فاتت مع ياسر، باننا كنجيب دراري صغار باش انهم يخدم كقدوه. فهمتي؟ مثلا ملي يشوف واحد من 19 عام باقي ما وصل فين، تو باقي يتقاتل على راسو، وكيشوف هذا الامل اللي عنده انه كيتقاتل على راسو، بغيت انسان تاوي يتشجع وينوض يخدم على راسو. فهمتي؟ كيفاش زعما تا جاك هاد الطموح وقلتي انني غنكمل في باسكيت؟ ولا واش الباسكيت عندك كانك باغي دير فيه كارير، زعما تخدم عليه، زعما يكون هو المستقبل ديالك، اولا غير كهوايه انك غتجي واحد النهار ما تبقاش تلعب باسكيت؟
بالنسبة كما قلتي قدوة للدراري المستقبليين، أنا كنصح لأي والدين شفتي ولدك غيعطي في شي حاجة دعمو فيها كما كما كانت، كان فهمتي؟ واخا ما تكونش في الرياضة. واخا ما تكونش حتى في الرياضة. المهم كاين شي آباء فهمتي كيبغي ولدو يكون مثلا كنتي خباز تكون أحسن خباز، كنتي مثلا جوغ دو باسكيت تكون أحسن جوغ، فهمتي؟ كاين الآباء اللي كيدعموا على قد الإمكانيات ديالهم، وكاين الآباء اللي فهمتي بحال دابا أنا كنت كنلقى الدعم الأكثرية من الوالدة، كانت كدعمني في داكشي اللي كندير. آمين. كانت كدعمني في كرة السلة مزيان، الوالد تا هو فهمتي بشوية بشوية بدا كيفهم هداك الشي ديال كيقول لي مزيان أييه حيت هما كمّل. ما كيبغوش في هذاك الوسط اللي كابرين فيه حنا دابا. داك الشي ما كابرينش فيه الولاد ديال دابا الجينيراسيون اللي طالعة دابا، راه تبارك الله راه كاين منهم اللي فهمتي، أنا راه كنشوف شي دراري ما شاء الله، خويا راه بعض المرات راه كيدير لك شي موف باسكيت راه ما كتفهم فيه والو كتقول ما شاء الله، فهمتي؟ حيت شي إمكانيات حنا ما توفروش لينا توفروا للدراري، راه دابا راه كاينين القاعات، بداو القاعات كيتقادو خصوصا من ولاد عرفتي الطفرة ديال كأس أفريقيا وكأس العالم الجاي راه بدات كتقاد فهمتي المرافق الصحية العمومية بدات كيتقاد هاداك الشي بشوية بشوية. بالنسبة للباسكيت بحال قلتي لقيت فيه هو واحد المتنفس اللي كنفرغ فيه، باش أنا كيدوز عندي واحد النهار خايب مشاكل فهمتي، تقدر تكون مواجه مشاكل في الدراسة، مشاكل يعني في المحيط الحياة العائلي في عامة. الحياة عامة، كنمشي تما كنفرغ هذيك الطاقة، كنخلي بحال مشاكل ورا ظهري وكنتريني على راسي، واخا يا ربي تسمح لينا كنا كنقطعوا بزاف، كنا ما كنترينيوش بزاف، كنعقل فاش كتكون يلا بادي كتقاتل وكتريني وكذا، ملي كتوصل لواحد بحال قلتي هذه ما نبغيش الدراري يطيحوا فيها، واحد ليفور ديال انك وفهمتي كتحس براسك انت واعر، هذه ما طيحش فيها، مثلا درتي شي حاجه كتقول واو انا واعر، مم. حيت راه ديما غتلقى اللي واعر منك، مم. واللي واعر منك كتلقى ديما شي واحد واعر منك. هذا مثلا دابا الدراري مثلا كيشوت شي شوته كيفرح ماركا زعما واو هذه، انا يعني واخا يشوف راسو وصل لواحد النيفو هربان يبقى متواضع فهمتي، ما فهمتي من تواضع لله رفع. متفق متفق معك في هاد اللعبه اللي قلتي دابا ديال ان الانسان خاصو عمره ما يشوف راسو هو اللي كاين. هذه كتدمر الانسان، حيتاش امتى كيبدا يحس الانسان راسو راه بدا زعما كيحس راسو زعما راه في الليفل طالع، ملي كيبدا يبان ليه راسو بدا كيتعلم، ملي كيبدا فعليا راه بدا كيتعلم ديك الساعه يلاه بديتي كتعلم. فهمتي؟ في المرحله اللي قبل كيكون الانسان يلاه كيكتشف، اين فوا كيبدا يتعلم شي مهارات، هذيك الساعه هو يلاه بدا التعلم بالنسبه ليه، واعد بالو راه وصل. وكنت شفت واحد ما عقلتش شكون سميتو، كان قال فيما تكون مريح في مجموعه، دابا حنا نخرجوا شويه على الرياضه، فيما كتكون مريح في مجموعه وكتشوف راسك انت هو احسن واحد فيهم فكريا ولا داكشي اللي كدير، خاصك تخرج من ديك المجموعه. علاش بالنسبه لك انت؟ حيتاش ملي كتكون انت هو احسن واحد، ما عمرك غتستافد من هذا وعمرك غتستافد من هذا، حيت انت هو احسنهم. فهمتي؟ ديما قلب على المجموعه اللي غتكون انت هو اكفسهم. مثلا في باسكيت مشيتي كتريني مع الدراري مساكن يلاه بادين باقي ما كيعرفوا حتى شي حاجه، وانت هو احسن واحد تما، في نظرك غتعلم شي حاجه منهم، وغتبقى ديما كتقول انا واعر، وديما كتحس بالايجو طالع. ولكن ان فوا غنهزك نحطك مع الدراري ديال السينيور اللي كيلعبوا مثلا في البطولات، اي بالك راسك بحال شي تخربيق. هنا فين غيبدا التعلم، هنا فين غيبدا التطور ديالك. وهذا الشيء ما خصوش يحبط الانسان، حيت كاين بعض النوع ملي كتهزو كتحطو وسط واحد واعر، قدام واحد واعر كيتحبط، تيقول لك انا راه حياتي كامله وانا كنتريني في الاخر ما قدرتش بالعكس، خصك تفرح، لانك غتزيد تتعلم وغتزيد تطور المهارات ديالك في اي ميدان. حنا تندويش على الباسكيت دابا حاليا، تندوي على اي ميدان، سواء كان قرايه، سواء كان شي حاجه في عندها علاقه ب... بالتخصص ديالك. ديما حط راسك قدام واحد كيعرف اكثر منك باش تقدر تستافد منه، حيت الانسان مثلا الصديق ديالك ولا واحد بارك معاه اللي ما كنتيش غتستافد منه قبل ما تبقى مصاحب معاه. هذه قاعده خذها في حياه اي واحد، صاحبك اللي ما كتستافد منه حتى شي حاجه
أبعد منه، حيت عمرو قدر كاع يزيد ينزلك، يعمرك بالجهل، حيت هو راسو خاوي. راه كيفاش واحد راسو خاوي بغيتي يعمرك أنت؟ خاصك ديما تصاحب مع ناس يفيدوك في جميع جوانب الحياة، سواء كان واحد فقيه مثلا، ولد فقيه ولا هو فقيه اصلا، يعلمك الجوانب ديال الدين اللي هما اساسيين في هذه الحياه، او لا شي واحد عنده علاقه بواحد الدومين اللي قريب لك انت، بحال مثلا انا وياك. انا وسعد كيفاش عرفنا بعضياتنا؟ بالباسكيت وبالتصوير، هادشي اللي خلى علاقتنا دابا راه مده، وحنا مصاحبين مع بعضياتنا. جمعتنا التصوير، شي كون ما كانش جمعتنا شي حاجه نقدر ندوي مع السيمانه الاولى الثانيه من بعد ما يبقاش يعدي، ما بقاش نجي عندو، حيت ما عندناش شي حاجه كتجمعنا وما عندناش حاجه غنستافدوا منها. هادشي اللي بغيت نوصل للشباب. نرجع للفكرة الأولى اللي كنتي قلتي لي. كان كيقول لي إبراهيم، كان كيقول واحد فهمتي بحال اللقطة، كيقول لي العمال المكفنين، كيقول لي بحال ماشي كنتشاقدوا الدراري اللي يلاه بادين باسكيت، راه تبارك الله راك بادي باسكيت، ولكن حاول ديما آآ حيت لاش خيّل شي حاجة بحال شي تحدي ديالك ولا شي دغيا غتوصل ليه. مثلًا أنت يلاه بادي باسكيت ولا بادي أي رياضة، التنس ما هادي، نقولش غير اي حاجه في الحياه. أي حاجة في الحياة حاول تخيّلها تحدي، واحد بحال اللعبة. ف ولكن اللعبة راه ما فيهاش يعني جيم فرصة اوفر عاوتاني وغتعاود. game over وغتعاود. غتبدا غتحاول راه غطيح. المهم ماشي راك طحتي، عاود نوض، واخا طيح المرة الثانية عاود نوض. خاصك تبقى دير أنت ديما تخيّل راسك راه أحسن من هذاك اللي ما مداير والو. دابا أنت راه بديتي شي حاجة، وكاين شي واحد اللي باقي ما بداش هذيك الحاجة، راه أنت أحسن منه. تاني حاجة، الأخ عبد الحق، كنا يعني بحكم العمل ديالي كان قرب ديال العمل ديالو، مقرايبين كنا بعضياتنا في الخدمه. كنا قراب بزاف في الخدمة، وجمعنا هاد الشي ديال الفوتوغرافي والتصوير. يعني كان عنده هو واحد الاكسبيريونس، واش أنا كان عندي مولوع بهاد الشي ديال التصوير يعني. آآ السوشيال ميديا فهمتي، بوستي دايرين بوستي، يعني شي حاجة زعما شي حاجه غتفيد عندها علاقه بنادم، عندها بالفوتوغرافي. علاقة بالمحيط اللي فيه أنا، باسكيت ولا موسيقى ولا أي حاجة. آآ يعني الإنسان يحاول يعني ما يبقاش غير بارك في الدار كيطلع في فيديوهات كيضيع الوقت. نوض تحرك دير شي حاجة، حيت هاد الوقت اللي فيه حنا بالضبط يعني فيها ما يدار. ما يمكنش لك تبقى تبارك. اش غتبقى بارك دير مثلا؟ تضيع الوقت. نوض قرا كتاب، قرا شي صفحة ديال اي حاجة، المهم غير القران. تبدا. قرا قرآن مثلا، قرا احاديث نبوية، قلب. احنا راه تبارك الله التكنولوجيا دايرة بينا، راه التليفون كتكتبها حرف كيطلع لك تفسير مطول عليه، كيفاش الحرف، مثلا حرف الباء علاش كيدل، علاش هادي. راه اش كتبها شي حاجه مثلا انت كيعجبك الفوتوغرافيك، راه اش كتب فوتوغرافي كيطلعوا لك على ذكر الفوتوغرافي، على ذكر هادشي اللي قال خيساد على انني كانت عندي اكسبيريونس في التصوير. انا ماشي كانت عندي اكسبيريونس في التصوير، انا غير كنت مولوع بالكاميرا، كنت كنموت على الكاميرا، عزيز عليا الكاميرا، عزيز عليا الفيديو، عزيز عليا نقاد شي حاجه ازيرو. مثلا الفيديو كيتقاد ازيرو، كتحط الكاميرا، كتقاد الاضاءه، كتقاد سكريبت، كتقاد تحمل حاجه خدمه. انا كيعجبني هادشي، نكري شي حاجه. هنا فين بدا اصلا، هنا فين بدا انني باغي نوصل لواحد النيفو ديال انني نعود نكري شي حاجه. يعني واش يعني كتحاول انك تبان قدام الكاميرا، ولا العمل ديالك كيعجبك ورا الكاميرا؟ يعجبني بجوج، كيعجبني نقاد. يعني كتوازن بيناتهم بجوج. شي انا نقدر نقول لك ما عنديش مشكل نمشي نصور كيما صورت كنا صورنا الماتش ديال الرجاء والكايب في القاعه. آه. كنت انا ورا الكاميرا ما تنبانش، ولكن انا باغي نصور، باغي نقاد كادرات، باغي نقاد هادي. وعاوتاني كنبغي نبان ورا الكاميرا حيتاش باغي نوصل واحد الرساله. هاد الرساله اللي غنوصلها هي سبب جات هاد الكونسيبت. واننا ولينا كنشوفوا اليوتيوب عامر بالتفاهه، والويب المغربي كامل عامر بالتفاهه. ولا كان قريت واحد المقوله انك الا بغيتي تحارب واحد الظاهره، سواء كانت تفاهه ولا اي حاجه، ما غتنوضش تنتقدها. فهمتي؟ مم. دابا مثلا عندنا صناع المحتوى تافهين. تبارك الله. كاينين لا كاينين دابا كندوي على دابا. التافهين. كاين. عندنا صناع محتوى تافهين ياك.
كيفاش أنا غنقدر نحارب هاد بلا ذكر الأسماء يعني اللي كيديروا اللي كيبقاو يخسروا الهضره في اللايفات وداك الشيء راه معروفين فهمتي بلا ما نذكروا اسماء هادو. انا باش غنوض نحارب مثلا هاد الناس اللي كيخسروا لينا اولا الشباب، حيت كتلقى الناس اللي متبعينهم هما اقل من 18 عام، باقي عقل مطري باش يتبعوا شي من حاجه. غير من غير عنده 18 عام راك تلقاه تبارك الله راه بولادو كيتفرج فيه فهمتي. هذاك حنا نقولوا ما عنده عقل وفات عليه التراب فهمتي، واخا هو غادي يزيد يفسد لينا واحد اللي كان عنده ولاد غادي يجي يفسد هذوك الدراري. ولكن حنا تندويو دابا على هذوك الدراري الصغار اللي كيتفرجوا في هذاك صناع المحتوى اللي كيخسروا الهضره وكينشروا شي حوايج لا علاقه لهم لا بالاخلاق ولا حيت ما كاينش يعني داك الوعي ديال الآباء. أنا ماشي كنقول للآباء أنهم يشدوا ولدهم يزيروا عليه واحد التصويرة، يعني ولدك راه غتعطيه واحد هادي غتوريه كما حنايا والدينا وراونا كيقول لك مثلا يعني هاد المقراج ولا شي حاجة سخونة ما تقيسهاش راه سخونة، كيوريك الغطاء المرة الأولى، كديرو المرة الثانية كيهذبك يعني بالكلام، المرة الثانية راه غيضربك عادي. والضرب راه ما كاينش شي دري مغربي ولا أي دري في العالم ما ضرب بوهش والديه، حيت راه عادي هادشي يعني. الخطأ نحاول أنا ما نكرروش أكثر من جوج المرات كاع لكن فهمتي. هادشي كامل نابع من التربيه، حيت التربيه اصلا ما كايناش واش فهمتي. بحال مثلا انا كما قلتي انت ما غاديش نشدو الدري حنا نعصروه نقول ليه لا ما تفرجش، ولكن اشنو الدور ديالي انا كأب؟ خاصني نراقب الدري فاش كيتفرج. هادشي علاش كنحمل المسؤوليه للوالدين. الدري صغير كيبقى دري صغير حيت دابا فهمتي. كنت كنسمع أنا بزاف هاد الهضرة، المرأة ولا شي راجل يعني في عموم المجتمع ملي كيشوف دري مدير شي حاجة مثلا لابس شي سروال مقطع ولا كيدير مثلا وسامات ولا ما كيشوفوش هو، كيشوف والديه. كيقول لك والديه اللي ما ربوش، والديه اللي ما وروش، والديه كيجبدوا الوالدين، ماشي كيقولوا الدري الدري هو اللي دار هذا الشيء. حيت نورمالمون عاوتاني ما نحكموش على كي شاب من غير يقدر يكون الدري اصلا كبر في واحد لونتوراج ديال انه والديه ما مسوقينش ليه. هاد لونتوراج راه داير بزاف كاينين، يعني غالبيه في المجتمع راه كاين مثلا الاب ديالو الله يعفو عليه مبلي بشي حاجه، الام ديالو تقدر تكون مريضه بشي مرض فهمتي، يعني تزاد في واحد لونتوراج ديال مثلا الفقر. حنا ندوي بصفه عامه انه تزاد في الفقر، ماشي يمشي يقول انا علاش تزاديش كدا وهذا كيدير هادي، يتقاتل ويبين راسو، يعني يمشي يقول بينه وبين نفسه يقول انا راه غنوصل، انا راه غندير ماشي مشكل. الله ما عطانيش هاد النعمه ولكن عطاني واحد النعمه انني كنفكر، انني كنشوف، انني عندي ايديا، عندي صحتي. زعما ما يفكرش بواحد السلبيه يقول انني الله ما عطانيش المال. كاين الله اللي عطاه المال وما عطاهش الصحه. يعني الانسان ما يمكنش يتزاد كامل، انت تزاد زوين، تزاد غني، تزاد مفكر، تزاد يعني ضروري خاص غيكون عندك نقص. راه ما يمكنش لك نتايا ما دير والو في الحياه تبقى نديرها بحال هكا، راه ما يمكنش. راه خاصك تعبد الله، خاصك دير شحال من حاجه، يعني تقاتل على راسك، تبين راسك، يعني تخلي واحد البصمه في يعني في لونتوراج ديالك انك راك انسان يعني واعي ومربي. واخا ما يكون راه كاين تبارك الله اللي كيتزاد مربي راسو براسو ولكن اسمح لي، هادشي اللي كتقول فيه دابا انت الاساس ديالو هو التربيه، راه ما كايناش. دابا نفترض شاب تزاد ياك، تزاد في كارير مثلا، هادشي كنلقاو بزاف في الكاريانات، كارير وكما قلتي والديه ما مسوقينش ليه ولا مرض ولا الله اعلم. كيفاش هو يكون عنده الفكر اللي قلتي انه يقول مع راسو انني راه عندي صحه، عندي صحتي وعندي هذه؟ هو اصلا داك الفكر ما عندوش. علاش؟ لانه كابر وسط واحد المجتمع، من كيحل الباب الصباح وكيخرج كيلقى واحد المجتمع فاسد فهمتي. ما يمكنش هو بالو يكون فيه هذا الشيء. راه بحال قلتي مثلا غنم، واحد القطيع ديال الغنم كلهم مراد بواحد المرض معدي، وجيتي حطيتي منهم واحد باقي تزاد صحيح وقلت لي لا تغتخرج صحيح، ما يمكنش، ضروري غيتعادى منهم. هادشي علاش كنقولوا حنا الوالدين يحاولوا ما امكن، واخا كاينين شي استثناءات ما عندك ما دير، الوالدين حتى هما الله يهديهم فهمتي. ولكن الوالدين خاصهم قبل اصلا ما يتزوجوا، وانا هادي شوف امنيتي تبقى، هو الانسان قبل ما يتزوج يشوف راسه هو الاول اكثر يا الراجل، يشوف راسه هو الاول واش انا قاد انني نربي واحد الانسان او ذكر ذكر ولا انثى، واش قادر نربي واحد الانسان باخلاق حميده
ولا خليته وطلقته في المجتمع غادي يطلق الأعمال الصالحة وغادي يكون إنسان صالح وسط المجتمع ديالو. إلا شتي أنت راسك ما بقاش تربي واحد الإنسان صالح قبل ما تتزوج أخويا، قبل ما تتزوج علاش؟ حيت الزواج ديالك يقدر يترتب على بزاف د المفاسد. أولًا المرأة ديالك غتعذب معاك، إلا عطاك الله شي مرأة صالحة وأنت فاسد، المرأة أول وحدة أول ضحية هي المرأة. المرأة اللي معاك مسكينة الله يكون في عوانها مشات. تاني حاجة الأولاد غيخرجوا كارثة، وهادشي اللي كنشوفو حنا دابا، غيخرجوا كارثة، وهادوك الكارثة غيكبروا إلا اللي هداه الله، راه كاين بعض الاستثناءات حنا ما كنعمموش. هادوك الكارثة اللي وليتي انت غيكبروا حتى هما غيديروا كارثة، وهادوك الكارثة وقعت الكارثة غادا. وعلاش أنا اللي ما نشوف راسي ما بقاتش نحبس؟ كاين واحد كيبغي يقول لك أنا بالجواج غنداوي، ما يمكنش الزواج يداويك، الزواج عمره ما غيداويك إلا أنت أصلًا أنت فاسد. وكاين واحد النوع تيقول لك أنا خويا غنمشي نكمل نص ديني، وعندك النص الأولاني وأنك محافظ على صلاتك وعندك أخلاق حميدة وهادية، راه هادشي كامل خصو يتجمع فيك عاد تسير تتزوج. راه ماشي دير الزواج هو السبب باش أنني غادي نداوي. لا أخويا داوي راسك أنت الأول، حيتاش ولينا عرفتي ولينا كنشوفوا نسبة الطلاق طالعة ونسبة الفساد طالعة ونسبة هادشي كامل خارج على المجتمع ومنين؟ من التربية. حيت كون الراس الأول اللي هو الوالدين الأولين رباهم مزيان، الدري غيخرج صالح وغيكبر وغيتزوج وحدة صالحة وغيولد تانيين صالحين. واخا هادشي راه في الأحلام ما غاديش يوقع، هي سنة الله في الحياة. راه أكثر ولا تجد راه كاين أكثر الناس فاسدين، ما عرفتش الآية بالضبط. أكثر الناس في الأرض فاسدين، راه ما كاينش صالحين بزاف، الصالحين قلال. راه إلا جينا نشوفوا حتى جينا نشوفوا في الأمم السابقة اللي كانوا في الأنبياء وداك الشيء، ديما كتلقى المؤمنين قلال والمشركين بزاف، وكيهلك الله المشركين. راه نفس السنة باقا غادا، ديما كتلقى الفاسدين أكثر من الصالحين، فهمتي؟ وحنا بغينا دابا هاد الشيء اللي كنديرو دابا ماشي حنا بغينا نبدلو المجتمع، حيت المجتمع ما يمكنش نبدلوه، ولكن على الأقل غنقصوا منه، فهمتي؟ إلا جا واحد مثلا مقبل على الزواج وسمع الهضره كنقولوا دابا، اولا حنا بعدا نشوفوا حنا الجينيراسيون ديالنا حنا بعدا اللي مقبلين على الزواج، انا وانت وياسر وهذاك حنا مقبلين على الزواج، فهمتي؟ حنا بعدا لا كان عندنا الفكر بعدا نقدروا نقدروا المجتمع اللي جاي الجيل القادم يكون بعدا فيه شويه الضوء، حيت عاوتاني ماشي كلشي غادي يكون صالح. راه نظن داوي تنعيا وفي الاخر يخرج واحد غدا غيتزوج يخرج لنا مصيبه اخرى. المهم الدراري عدنا والعود احمد درنا واحد بوز خفيف، راه خونا كيجي الجوع. المهم كنا كندويو على التربيه، آه، على ان لو كنا حنا كجيل يلاه مقبل على الزواج يكون عندنا هذا الفكر ديال اننا نحاول ما امكن نربيو تربيه صالحه باش الجيل القادم يكون احسن، فهمتي؟ و هادشي فين كنا واصلين دابا؟ كنت غنقول واحد النقطة ديال أن كنت غنقول واحد النقطة ديال أنه يعني الإنسان كيشوف راسو يقدر يعني قاد براسو يقدر حتى بعائلة يتزوج. أنا فهمتي الدري يشوف راسو يعني قاد، يعني مالي، يعني ماليا مادة، عنده سر الرشد هذا كنوصلوا ليه كاملين، عنده يعني أنه هذاك الشريك اللي غيدخل معاه في تحت إطار الزواج يكون معاها فهمتي بعقلانية يعني بكل ما يتوفر في شروط ديال الدين. دابا حنا المشكل اللي داوين عليه هو ماشي هو مشكل الماده، فهمتي؟ حنا نجيب واحد لاباس عليه ولد وفي فمه ملعقة من ذهب، دير سيلونس، سمعتي؟ ولد وفي فمه ملعقة من ذهب، ولكن عقليا ما صالحش، فهمتي؟ علاش قلت اليوم انا كنت ندوي قبل كنقول لك الانسان يشوف راسه هو واش صالح يربي واحد الاسره، فهمتي؟ حنا راه ما غاديش نجيبوا الفقر نديروا الفقر هو انه حقا علاش انا عندي واحد الجيل ولا عندي ذريه فاسده حيت الفقر، لا، انا الوالد ديالي فقير، راه الآباء ديالنا فهمتي؟ كلهم انا الوالد ديالي فقير ولكن علاش انا خرجت مربي؟ حيت الوالد ديالي رباني، ما دارش الفقر، هو سميتو، ما دارش الفقر هو حاجز على التربيه. عندك حنا الجينيراسيون ديالنا يعني كانت الحشمة واخا هكا، هما فهمتي؟ ترباو بالتربيه ديال الجيل القديم. الجيل القديم
أغلبية ديالنا تربى في المسيد. المسيد اللي ما كيعرفوش هو الجمال ديال ماشي الدرب، كلشي صافي، الحومة. ماشي يعني كلشي. ماشي كلشي، يعني شي قريب أنا ما الغالبية. تربيتش في نسيت، تربيت في الدار، ولكن تربيت تربية حسنة بحال ديال المسيد، فهمتي؟ كاين فهمتي. ولكن يعني الوالدين، يعني المحافظين اللي كيحافظوا على الدين، كيعلمك الصلاة، كيعرفك بالله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم، وكيعرفك يعني بالأحكام اللي غتفيدك من هنا مستقبلا. يعني شنو حلال شنو حرام. يعني انا الاب ديالي يعني حتى هو كان مولوع بهذاك الشيء ديال الكتب، كان كيقرا الكتب تبارك الله. يعني كيعرف هذاك الشيء واش حلال ولا شنو علوك حرام، وشنو اللي ما عليكش، شنو عليك وشنو لك. شنو عليك وشنو ما عليكش. يعني هذوك الشيء ديال المغاربه القدام اللي ماشي ديال المغاربة، ديال المسلمين أصلا. راه غنشرح لك واحد الفائدة. دابا راه حنا كمجتمع مغربي، شحال هادي كنا كنترباو بتربية الإسلام، جدودنا القدام. ماشي كلشي تاني، ولكن المهم واحد الأغلبية. حاليا ولينا متبعين الغرب، وهادشي اللي كيفقسني. علاش حنا كمسلمين أعزنا الله بالإسلام وعطانا الإسلام. والإسلام عندنا في الدول العربية أو في المغرب، حيت أنا عايش في المغرب. وما بقاش وسط الناس كأنه راه حيت الإسلام راه نمط حياة، فهمتي؟ ماشي كيما تندير حنا راجعينه بحال نقولوا لها، بحال شي حاجة ديال البكري، ولا فهمتي؟ بحال عادات. ولكن هو راه ماشي عادات وتقاليد، بالعكس هو نمط حياة. راه خاصك في حياتك اليومية تعيش فيه. ولينا كنشوفوا في رمضان، عاد بنادم كيولي مسلم، عاد كيولي يمشي يصلي، عاد كيولي يمشي يصوم. لا شريف، راه الاسلام خاص يكون في حياتك كامله، سواء رمضان سواء ما كاينش رمضان. راه ماشي في رمضان عاد نحبس الزينه ونحبس الخمر. لا، راه خاصك تحبس الزينه والخمر في حياتك كامله، فهمتي؟ يعني انني ملي غنجي نربي واحد الدري، خاص نربيه على العقيده، على انك شوف الشريف، انت زاديتي في هاد الدنيا على حاجه واحده، هو انك تعبد الله. هذه اول حاجه عندك في حياتك، وهي الوحيده خاصك تخدم عليها. ولكن عندك الحق انك تاخذ امورك من حياه الدنيا، حيت ربي خلقنا في الحياه الدنيا باش اننا نكتسبوا الحياه الدنيا. ولكن راه الاهم من الحياه الدنيا هي الحياه الاخره، هي انك تعبد الله. اول حاجه ربي في العقيده الصحيحه بانه الله سبحانه وتعالى هو الواحد الاوحد، ولا اله الا الله. هذه هي كلمه التوحيد. كلمه التوحيد هو كما مذكور انه من حقق التوحيد دخل الجنه بغير حساب. والتوحيد هو انك توحد الله، وحده لا شريك له، ما كاينش شي واحد اخر فهمتي؟ والتوحيد فيه بزاف التفاصيل اللي ما نقدروش، المجلس ديالنا ما يقدرش يتسع باش نشرحوا التوحيد شنو هو. ولكن الدراري خاصهم يقلبوا على شنو هو التوحيد، والاباء يشرحوا لاولادهم اشنو هو التوحيد. ثاني حاجه من بعد التوحيد، ربيه العقيده الصحيحه، انه يعتقد ان هذه الحاجه راح الحلال، وهذه الحاجه راه حرام. ونعتقد بانها الا دار هذه الحاجه راه حرام، راه غيتعاقب عليها. واعتقد بان كاين بزاف العقائد خاص يتعلم العقيده الصحيحه، ونعلموه، نعلموه اركان الاسلام، نعلموه شروط الاسلام اصلا. شنو هما الحوايج اللي تقدر ديرهم ما تبقاش مسلم. راه كاين بعض الحوايج اللي كنشوف انا انتقادات، ماشي انتقادات، كنقول لهم شي يقولوا لها، انت مشات ليا تناقضات عندنا في المجتمع. هو انك تلقى واحد كيقول لك انا راه اؤمن بالله وانا مسلم ولا اله الا الله ومحمد رسول الله، وما كيصليش. والرسول صلى الله عليه وسلم كيقول لك العهد بيني وبينكم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. إن العهد الذي بيننا وبينكم الصلاة فمن تركها فقد كفر. يعني انت ما كتصليش راك كافر، ولاش تقول لي انا مسلم؟ انت اصلا ما مسلمش. وفهمتي؟ راه هنا فين خاصنا نعلموا. وهاد الشيء اللي وقع لهذا، كتلقى واحد عنده 40 عام ما كيصليش. شنو هو السبب اللي خلاه بحال هكا؟ والديه ما علموش الصلاة. والديه ما قالش فلان سير تصلي. الرسول صلى الله عليه وسلم اش قال لنا؟ علمهم الصلاة على 9 وضربهم على 10. يعني 9 سنين خاصو يبدا يتعلم الصلاة، و10 سنين خاصو يقول على العصا، فهمتي؟ وهذا الشيء ما عندناش حنا. كتدخل الجامع كتلقى الناس كبار، ما كتلقاش الصغار، قليل فين كتلقى شي واحد صغير داخل كيصلي، فهمتي؟ راه شي بزاف الحوايج خاصنا حنا نتسوقوا لهم كشباب. حيت دابا راه جينا ندوي مع والدينا في هادشي مشكل. كاين بعض الوالدين الحمد لله راه بخير، فهمتي؟ والدي ولا والديك ولا والدين واحد اخر راه بخير، راه كتلقاه كيصلي وكيدي مع ولده الجامع، معلم الصلاه من الصغر. ولكن واحد الاباء اللي هما بزاف ما مسوقينش ولادهم. كتلقاه هو اصلا كيصلي، هو كيخرج الاب كيخرج يمشي للصلاه، ولو كيلعب في الزنقه ما تيقولش وليت على تصلي، خليه وراه غتحاسب عليه هذاك يوم القيامه.
راه كلكم مسكون كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. راه أنت راع مسؤول على ديك الرعية. شكون هو الراعي ديالك؟ هو ولدك ولا بنتك. بنتك اللي مخليها. كنشوفوا دابا ولينا كنشوفوا واحد المنظر اعوام الاخر، ان التبرج بزاف. كان التبرج ولكن دابا ولا بواحد الطريقه اللي بزاف. واش كتلبس الصايات وكتجي كتشوف. انا بعدا في برشيد، بعدا حاليا في برشيد ما كنتش كنشوف صايات مقزبين، وليت كنشوف من الاعوام الاخرى، من الدريات الصغار وانت طالع. فهمتي؟ يعني هادشي انت غتسالي عليه كأم ولا كأب، غتسالي على هاد البنت اللي معريه في خضا ولا هذيك اللي معريه في درا. والدري غتسال عليه انه مثلا كيسب في الزنقه ولا ما كيمشيش يصليش ولا ما كيديرش هادشي كامل غتسال عليه. وكاينين بعض الشباب ولاو كيشفروا. انا كنعرف واحد الانسان قريب ليا بزاف، كنعرفو من صغري. فهمتي؟ اخ ملتحي على السلفيه وهذا زعما. ولادو كيشفروا، ولادو باقيين صغار، كبروا معايا كنعرفهم. فهمتي؟ صغار مني. علاش انت كاخ ملتحي وكلشي كيشهد لك بالخلق الحسن، ولادك بحالك؟ ولادو كتشوفهم كتقول هادو قرا متشردين. اللي ما كيعرفهمش يقول هادو متشردين. انا كنعرفهم ندوم معاهم. كيجي كيطلبوا في الزنقه كيشفروا. هادشي ماشي من اخلاق الاسلام. وانت كملتحي راه خاصك، زعما كنقولوا كملتحي يعني راه زعما كانسان كيعرف الدين. لا جات من واحد عامي كنقولوا مسكين هو راه ما عارف والو، ولكن راه هو ما خصوش يخلي ولادو بحال هكا. بزاف د الحوايج كنشوفهم في المجتمع غير خاصنا نخدموا عليهم وصافي. بالنسبة لهاد النقطة الأخيرة اللي قلتي أخويا عبد الحق، ديال أن الوالدين هما اللي خاص يبدا منهم التغيير. كاين شي والدين ما عارفينش أن ولادهم راه كيديروا هذا الشيء. كاين اللي ما عارفش ولدو كيشفر، كاين اللي ما عارفش ولدو يعني كيقول الكلام النابذ. كاين اللي ما عارفش ولدو كيشرب، كاين اللي ما عارفش ولدو كيكمي. انا وانا لونتوغاج ديالي داير بهاد النماذج بزاف. كاين اللي ما عارفش ولدو شحال من حاجه كيدير. وكتجي يعني كتجي غريبه كيجي كيقول ليه فلان راه شفت ولدك كيدير كذا، مم. يا فلان كيدير كذا. يعني وانت عارف ان ولدك ندير بواحد المنهاج ديال يعني غادي منحرف. غادي يعني بواحد المنهاج انت راك تكون راه ماشي راك زعما تكون تعاد بالك راه الدري راه غادي الوالدين. مزيان ولكن هو الوالدين كاين شي والدين كيديروا الدور ديالهم، الدور ديالهم. الدري كيطلع من صغرو مربي اين فوا بحال كنقولوا يعني هذا المصطلح اصلا راه ما كاينش، ولكن بحال قلتي انت الغرب هما اللي دخلوا المراهقه. مم. كنسولوا يعني الانتقال من مرحله الطفوله الى الشباب المراهقة. كيسموه المراهقه. ما كايناش شي حاجه سميتها المراهقه. يعني هذا مصطلح دخل غبي. يعني غربي يعني دخل. ما كاينش شي حاجه سميتها المراهقه. يعني يعني كاين هذيك الفتره يعني كيولي فيزيولوجيا يعني يحس بواحد فيزيكمون العيبات ولا. كيولي يعني مثلا الدراري راه الصوت كيغلاط، كيبداو يبانوا يعني الحياه. البنات يعني تولي عندها طفره في النمو ديال الجسم ديالها. آه، يعني هذه هي المرحلة، لأن كنقولوا عليها حنا مرحلة حساسة هي اصلا مرحله سميتها دينيا دينيا. مرحله الرشد. مرحلة الرشد. هي دينيا سميتها مرحله الرشد. فهمتي؟ غير هو الغرب سموه حقا مرحله المراهقه. ونشرح لك واحد الحاجه اخرى كنت سمعتها وقيلا في واحد البودكاست مؤخرا، على علاش الانسان او الطفل ملي كيوصل لسن الرشد كيولي عنده الحق يتزوج، وعنده الحق انه وكيولي كيتحاسب. يعني في سن الرشد اين فوا كيوقع داكشي اللي كيوقع جنسيا. يعني هذاك التطور اللي كيوصل في الدري ولا البنت، تطور جنسي. تم فين كيخرج السائل المنوي، والبنت فين كتحيض كيولي عندها حتى هي القابليه انها تحمل. فهمتي؟ يعني كيكون تطور جنسي. وفي ذاك التطور الجنسي في الانسان كيولي عنده كيفين كتعطي القلم كيولي تقيد عليه السيئات والحسنات. وكيولي راشد. بالنسبه ليه كيولي راشد، كيولي رجل. اللي كنتي كتشوف كي تقرا الاخبار القديمه انك تلقى انسان طفل عنده مثلا 13 عام راه مجوج وعنده عائله. ولكن علاش؟ هذا هو المشكل. علاش دابا حاليا كتلقى واحد عنده 30 عام والله لا جوجتي لك عندك بنتك ما تزوجوش؟ 30 عام ما تزوجوش علاش؟ بروش. هو 30 عام وباقي بروش. هذا هو الفرق بيننا حنا وبين الناس القدامى. الناس القدامى كتلقى دري صغير راه وقال علي بن ابي طالب راه
راه كان ترأس معركة وفي عمره وقيلا 14 عام، هو واحد من الصحابة ما بقيتش عاقل السمية بالضبط، فهمتي؟ يعني هادشي كامل علاش راجع؟ التربية. البارح كداوم معاك فاش كداوم معاك البارح كنا غاديين دايرين اش قلت لك بأنه المجتمع لو كانت المرأة أو الوالدين، حنا الوالدين عامةً، واخا حنا كنحاول ندق على المرأة بزاف، علاش؟ لأن المرأة أو الزوجة هي اللي عندها السوارد ديال هذا الجيل، فهمتي؟ كنحاول ما أمكن نشوف المرأة، علاش؟ حيتاش المرأة هي اللي كتبقى مع الدراري بزاف في الدار، بحال مثلا أنا الوالد ديالي كنت كنخاف منه، ولكن شكون اللي رباني؟ الوالدة. يعني نهار كان الوالده كتربيني، نهار كتشوف راسي قصاح ما بغيتش نمشي الطريق كتمشي تقول للوالد، نهار كتوصل للوالد صافي راه الخط احمر، فهمتي؟ ديك الساعه كنولي كتقاد بز مني. علاش انا كنبغي المراه تكون عندك واحد الزوجه صالحه، والزوجه الصالحه كندوي مع الدريات اللي قدنا حنا، الدريات اللي غناخذوكم حنا، فهمتي؟ غنتزوجوا بكم، فهمتي؟ كونوا زوجات صالحين. علاش غتحافظ اول حاجه انا بعدا كزوج غنبقى هاني، ولادي عارفهم كيتربوا تربيه حسنه، فهمتي؟ حيت المرأة هي عندها دور كبير في التربية، ودرت فيديو غنلوحو في ماشي رمضان. عندها دور كبير في هي التربية، التربية أصلا، هي التربية هي أصلا. التربية، فهمتي؟ أنا خرجت الصباح معك 9 الصباح ولا 6 حيت الصباح. المرأة راه في أي مجال عندها دور كبير. المرأة هي اللي فهمتي، كاين هادو أغلبية النساء أنا اللي يعني اللي كبرنا معاهم كبروا في ديورهم، يعني كتكبري في الدار كتعرفي شنو عليك وشنو ما عليكش، كتشوفي الدراري كيفاش كيترباو وانت كتبغي تربي نفس ولادك. كتبع حد ولد امها، او الا كانت امها غلطه تحاول دير العكس ديالها. انا كان بغيت فهمتي باش ما يتبعثروش ليا الافكار، بغيت نرجع للفكره السابقه ديال انني انا والدي ما انت كنت قلت انا والديك ما ربوكش، وانت كبرتي في واحد الكاريان، يعني والديك ما عارفينش والديك ولا هادي، راه ما يمكنش انايا ما غي يعني في نقولوا هاد الوقت راه ما كاينش اللي باقي عايش في كاريان، قليل كان يرحم الله. قليل. شوف راه كريان، انا مثلا نشرح لك الكريان اللي كان برشيد عاقل عليه، عاقل عليه. مواليه فين مشى؟ ما عرفتش ما البلوك. نكذبش عليك. دابا انت ملي البلوك كتدخل البلوك يعجبك الحال؟ يعني عادي، راه انا راه كبرت فيه. دابا فهمني، دابا اشرح لك. دابا الناس اللي كانوا في الكارير اللي كان برشيد، الناس القدام دابا برشيد اللي يعرفوا الكارير، انا ما حضرتش ليها سمعت به، فهمتي؟ الكارير اللي كان برشيد هو اللي هزوه عطاهم ديور، عطاهم الملك ديور في البلوك، فهمتي؟ دوك الناس الكاريان سبحان الله قليل اللي كتلقاه شاد الطريق، ما كلهم كيكونوا خارجين من الطريق. دابا حاليا ملي كتدخل البلوك عندنا برشيد راه مصيبه، انا ما كنمشيش على ود داكشي، الاوساخ والروينه والناس ديالهم، ما مشي حتى لهيه، ولا شي اي واحد لقيتيه في البلوك ولقيتيه زوين ونقيقي عرفوها مسكين كاري باغي. لقيت اما مسكين دابا تلقاه مثلا حيت البلوك فيه الكرا رخيص شويه، فهمتي؟ ولا كتلقاه جاي من برا. اما هما ماشي شوف سيت الناس الكاريان كتلقاهم الله يهديهم، كتلقاهم ماشي حتى ليه، ودابا ملي حاولوا بلوك بحال هزوا كارير من جهه وحطوه في جهه، غير هذوك ما ساكنينش في ديور الصفيح، ساكنين في ديور مبنيين، غير فهمتي؟ هاد النقطة ديال أنها ديور صافي، حنا راه ما نداويش على يعني على لونتوغاج ديال المدينة اللي عايشين فيها بوحدهم، داوينا على لونتوغاج ديال المدن كاملة. يعني راه كيما الله كيخرج النور من الظلمات، راه كاين شي مثلا ولد ولا بنت كيخرج من وسط هذوك يعني راه علماء يعني تبارك الله فقهاء، يعني ما كاينش مجال محدد يعني وزير هذه راه كاين اللي كيخرج من كاين هذاك بنت من الكاريان متفق اه، معاك. وكاين شنو كيحفزوا. نقدر نقول لك يكون عنده سبحان الله ربي كيهديه، او لا كيكونوا مثلا عائلته عندهم تربيه حسنه، فهمتي؟ ولكن الغالب الله كتلقاهم ساكن ما قادرينش يسكن. انا متفق معك انه كيكونوا الناس كيخرجوا من الكاريان تيكونوا تبارك الله مزيانين، ولكن كما قلت لي مالهم، قلت لك كتلقى مثلا والديهم عندهم تربيه حسنه وناس زوينين، انا ما تنقولش كاع اصحاب كاريان خايبين، فهمتي؟ ولكن كيتلقى وسط منهم واحد الناس زوينين، ناس متقله كيعرفوا كيفاش يربوا الاولاد ديالهم، ولكن الظروف اللي خلاتهم وسط الكاريان، فهمتي؟
الظروف اللي خلاتهم وسط الكراري، يعني ماشي الآخرين تا هما باغيين قادين يخرجوا وما بغاوش يخرجوا، تا هما الظروف، ولكن الفرق اللي كاين هو التربية. كتلقى هادوك الأولين عندهم، تلقاه كان ربي هداه. الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، ماشي بيد أنا ولا أنت ولا شي واحد آخر، فهمتي؟ كيخرجوا وسط الكريان هادوك الناس زوينين، علاش؟ حيت والديهم، اولا كتلقى وكاين بعض الاستثناءات، كتلقى والديه هما خايبين وهو الدري خارج زوين. سبحان الله، شي هدايه ديال الله سبحانه وتعالى. انا ما زدتش عليه ندوب الاستثناءات. هذه فيها قاعده في حياتي، ما كندوبش بالاستثناء، تندوب بالعموم. فهمتي؟ العموم اكثريه الناس كيكونوا في الكريان كتلقاهم الله يهديهم، فهمتي؟ هذا العموم. استثناءات راه معروفين، فهمتي؟ بلا ما ندوي عليهم. و... وكاينين بزاف الاساطير كيتولدوا من رحم المعاناه. يعني المعاناة ماشي خايبين، حنا دوزنا معاناة، وكاين اللي دوز المعاناة أكثر مني، وكاين اللي يدوز أكثر من الآخر وغادا. علاش نقول لك أنا أن المعاناة أو الفقر أو اللي كان عمره ما كان سبب في فساد الأخلاق وفساد المجتمع، فهمتي؟ أيه إلا جينا نحلوا داك الشيء، إلا جينا نحللوه نجي كدراسة على المجتمع، السبب الأول في اندثار الأخلاق هو الفقر، فهمتي؟ ولكن حنا ما خصناش نخليوه الميساج اللي بغينا نوصلوه في هذا الفيديو، وانه ما تخليش الفقر سبب في انعدام الاخلاق وانعدام الايمان. فهمتي كيفاش بغيت نوصل الرساله؟ بالنسبة لهاد الفكرة اللي قلتي، أنا ما كنعتبرش الفقر، كنعتبر أي مشكل ما تخليهش يحبسك على داك الشيء اللي باغي توصل ليه. أنا ما كان أنا واحد يعني كندوي على راسي، كنبغي الدراري يكونوا بحالي. عمرك تحلم، ديما طمح، حيت لا حلمتي ما غاتوصلش لهداك الحلم ديالك. قليل اللي كيوصل لشي حلم كلنا بغاه. كنحلموا كاع يفضل لك كل تمشي كل لشي واصل. ولكن لا طمحش ان مثلا انا في الاخر ديال مثلا احنا في سنه 2026، في الاخر ديال سنه 2026 غنكون حافظ القران الكريم. في الاخر ديال 2026 غنكون احسن جوار في المغرب. في 2000 في الاخر ديال 2026 غنحل محل، غندير يعني بيزنس ديالي، والله غندير غنجيب واحد النتيجه زوين، الدراري باقي غنجيب تيقراو. واحد النتيجه، الدراري اللي باقيين كيقراو لي غنوصل لواحد النتيجه مزيانه. راه ماشي يعني اولا قبل ما تفرح يعني والديك ولا المجتمع ولا اللي داير تفرح راسك بك، انت كإنسان. تفرح راسك انت كإنسان. غتكون دير شي واحد ليطاب يعني في حياتك اللي غتبقى عاقل عليه، تقول انا راه ماشي انسان فاشل، نعم. غنقول انا انسان واعي كذا. حققت حيت ان فوا كتكون قدوه لهذوك لونتوراج ديالك، وكتكون قدوه حتى لولادك. ولا ما كانوش، حنا كنقولوا الا ما كانوش عندك ولادك كيكونوا عندك ولادك. حنا راه كانوا عندنا يعني قدوه، حنا كنا كنشوفوا الناس كنا كنديروا. ولكن احسن قدوه بالنسبه لي واللي اقتدي بها كاع الناس هو الرسول صلى الله عليه وسلم. قدوة م- المسلمين عامة. عامة. ولكن ماشي انسان يقول حقا الرسول صلى الله عليه وسلم راه كان عايش في ذاك الزمان، ماشي هو هذا زماننا كذا. راه راه يعني القرآن الكريم الدين كاع عامة الدين خرج عامة، جميع الإنسان. الدين عامة شمل جميع الحياة. راه ملي كتلقى يعني واحد مثلا حنا ناخذوها شي مثلا الزكاة، ولا كتلقى واحد القانون جاي من 1400 سنة جاي حاكم حتى لهنايا، وباقي يعني كتشوف باقي الثمار ديالو، الثمار يعني باقا الانسان اللي ما كيزكيش شنو كيوقع عليه، والانسان اللي كيزكي ربي كيسهل عليه. شي الله عطى للناس جوج طرق. بغى شي طريق الخير والجنة، ها هو طريق النار ها هي. راه ما كنقولوش حنا انسان راه ما يمكنش يغلط، ما يمكنش معصوم من الغلط، ولا الانسان راه ما معصومش من واش الغلط. كاين في هذه الحاجه؟ لو انكم تعقلوا في اللغه العربيه، ولا كنعطيكم المعنى ديالها بالدارجه. زعما لو كان هذا الجنس ديال البني ادم ما كيديرش الذنوب وما كيغلطش، لهلكنا الله وجاب قوم اخرين كيخطئوا، لانه الخطا هو اساس التعلم اصلا، فهمتي؟ كما سمعت في واحد المقول انه ليس العيب هو الخطا، ولكن العيب هو عدم المحاوله. انه ملي كتخطا انك راه بديتي كتحاول، فهمتي؟ هذه الفكره اللي بغيت نوصل. بالنسبة اللي قلتي لي أن العالم كيواجه المشاكل، إلا جينا نحلو مشاكل ديال العالم صعيب. أولا لا بغيتش أنا ندير نحل المشاكل ديالي أنا، ماشي دابا نقول راسك.
نبدا براسي، التغيير راه كيبدا منك أنت. كيبدا منك. وهذه هاد الكلمة كنسمعوها كاملين، وما كنطبقوهاش تغيير. للأسف. للأسف ما كنطبقوهاش. أنا راه مني راه شحال خطأت في حياتي. هو عبد الحق، عبد وباقيين الحق، تنخطئوا. عبد الحق يلاه عرف شو مؤخرًا وشحال من مرة راه خطأت وراه هو عارف حتى هو هادي. والإنسان خاصو من يكون كيخطأ عارف راسو راه خطأ ويقلع على يد الخطأ. يدرك الخطأ ديالو، إمم. يعرف أنه راه خطأ. أن الإنسان اللي ما عرفش راسو خطأ راه كارثة. يعني إنسان والآخر كيعرف كنعتبرو راسو جاهل. خاطئ، كيعرف راسو خاطئ وما كيبغيش يعترف بالخطأ، كواحد الأنانية ولا واحد الكبرياء فيه هو زعما ولكن راني ما كنخطاش. هاذيك راه مزيانة. ما أنا مزياناش، ما لا مزياناش. غنقول لك علاش ما مزيانة. هو في الكيان ديالو لداخل عارف راسو خاطئ. وغيقول شافوني الناس خطأت وقالوا لي خطأ، وأنا كندافع على راسي أنا ما خطأش، المرة المقبلة ما يخطأش. وأنا كنعرف شي ناس بحال هكا، يعني العقلية. نفس العقلية وما كيعاودش يخطأ. سبحان الله. ولكن هو شوف، من التواضع ومن كما نقولوا حنا من تكون إنسان اللي صادق مع راسك ومع الناس، فهمتي؟ مثلًا شافوك الناس درتي واحد الخطأ، خطأت، فهمتي؟ أنا بعدا دوزت في الخدمة ملي كنت كندوز، كنت ملي مثلًا كنهرس شي حاجة في الخدمة، كيجي عندي الباترون ولا الشيف تيقول لي: هرستي شكون هرس هادي؟ أنا الشيف. هنا اعتراف. اعتراف. هادي ماشي زعما ولك غير مثال، فهمتي؟ كندوي حتى على جوانب آخرين مثلًا، غلطتي، غلطت، فهمتي؟ ولكن راه ما نبقاش نعاود. أنا اللي ما عندي اللي دويت عليه هو إنسان اللي كيغلط وكينكر الغلط ديالو، أولا واخا تيحصل راه غلط تيبقى ينكر راني ما غلطتش، فهمتي؟ بحال مثلًا هادشي فين كيوقع؟ أنا نقول لك فين كيوقع. كيوقع ما بين مثلًا واحد الزوج وزوجة، عائلة صغيرة، أسرة مكونة من زوج وزوجة وأولاد، فهمتي؟ والأب غلط، وحنا عارفين الكبرياء ديال الأب، أنه ما تيبغيش يبين لولادو ولا لمرتو لولادو، الضعف ديالو. أما مرتو راه عارفاه راه كتكون معاه، فهمتي؟ أما كيبغيش يبين لولادو راه هو غلط وراه هو ضعيف، وهذا الشيء كنعيشوه حنايا مع والدينا بزاف. الأب كيغلط كيدير راسو ما غلطش. اش كيدير الدري؟ الدري راه شوف الدراري الصغار راه ماشي حنا كنشوفوهم كناس أبرياء وما عارفينش، لا راه الدراري الصغار حتى هما كيفهموا. يعني راه حتى حنا دوزنا هادشي كيفهموا الدراري وكنعقلوا الصغار كيفهموا. الدراري راه الصغار إلا كيفهموا. الدري الصغير إلا شافك أنت غلطتي راه عارفك غلطتي، ولكن أنت ملي كدير هذيك اللعيبة ديال أنك ما بغيتيش تعترف بالغلط أو أنك كتنوض كاع كتسبي الغلط في شي واحد آخر، أو المهم كدير شي حاجة باش تمحي الغلط ديالك، واخا أنت هو عارفك غلط وأنت عارف راسك غلط، اش كتربيه في ديك الساعة؟ هادشي التربية اش كنقول لك أنا فين كتبدا التربية. الدري كتربى فيه نفس الكونسيبت في راسو، حتى هو ملي تيكبر ملي تيغلط ما تيبغيش يعترف وكيبدا يضارب باللي راه هو غلط، وكتلقاه كيضارب بلي انا ما غلطتش فيه، ولدو تا هو نفس الحاجة وهي غادة. عرفت التربية منين كتبدا؟ كتبدا من هنا. اش قلت لك قبيله في الاول قلت لك الا كنتي عارف راسك ما بقاش تربي ما تزوجش، حيتاش التربيه راه ماشي اقوال. كاين واحد النوع تيقول لولده نوض تصلي وهو ما كيصليش، ما تبقاش تكذب وهو تيكذب، ما تبقاش تشفر وهو كيشفر، ما تكمي هذه بزاف، ما تكميش وهو تيكمي. كنعرف واحد من العائله عندنا حنا هو كيكمي وتيقول لولده ما تكميش، كيفاش؟ راه انت كتكمي، حيد انت. ومشكله هو مبلي الله يعفو عليه، ولكن كتبقى تكمي قدام ولده كاع كيسخرك ولدي جيب لي واحد وينص، وانت صيفطتيه يجيب وينص وكتكمي قدامه ولا كتقول لي واه تلقاك كتكمي ندير لك انت واش بعقلك واش بخير؟ عارف السميات بعدا. فهمتي؟ آه، نفس الشيء في حاجه اخرى. انا ما كنصليش خاصني نوض نصلي ولا ندي ولدي على الاقل نديه، فهمتي؟ وكذلك في التربيه كنت التربيه انا بعدا خاصني نبان قدام ولدي بواحد الصوره زوينه، حيت انا الابن ملي كيحل عينه شكون هو القدوه ديالو؟ باه، فهمتي؟ با والديه على العموم، باه امه، الذكر باه والام راه والدريه امها، فهمتي؟ انا ملي كنشوف با كيقرا قران كيمشي للجامع وما تيكذبش واخلاقه حسنه مع الناس كلشي كيشكرو، لما كنت بحالو راه انا في يديفو، فهمتي؟ اما لا حليت عيني ولقيت با تيكمي تيسكر تيضارب تيخص الهضره في الدرب كيمشيش للجامع ما كيصلي ما والو، وبغيتيني نخرج. حنا باش ندوي على الاستثناءات، راه كاينين استثناءات، انا كنعرف ناس والديهم ماشي تلهيو وهما تبارك الله كتلقاهم ملتحيين وناس زوينين وطيبين، ما باش ندويش على الاستثناءات، حنا كندوي على العموم. يعني
الدري لونتوراج اللي كبرتيه فيه راه غيخرج، فهمتي؟ كنتي انت مربي واحد الاسره صالحه راه يخرج دري صالح وتخرج بنت صالحه، كنتي مربي واحد الاسره فاسده راه الدري يخرج كيشبه لك اولد، فهمتي؟ انا بعدا واحد التجربه يعني ملي كتشوف هذاك الشيء، يعني حنا والدينا حبونا في الدين، حبونا يعني استحببوا لنا الدين، مم. خلاونا نديرو في الدين ونقلبوا على داك الشيء. انا في الصغر ديالي كنت منخرط في عده جمعيات، منها جمعيه الرساله التربيه والتخييم، حركه التوحيد والاصلاح. كنا كنحضروا لدروس الشيخ سعيد الكمليلي، يعني شيخ اللهم بارك، يعني كيعرفوا ربوع المملكة كتعرفوا، يعني شيخ كيقول شي واحد الكلام موزون، يعني ما كاينش هو كاين الشيخ النابلسي، كاين يعني مقرئين عظماء، يعني حب 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 حبونا في الدين وحنا قلبنا عليه. انا كنوصي للاباء انه ولده ماشي غير الدين، اي حاجه يخليه يستحببها، ماشي يبزز عليه. مثلا انت باغي ولدك مثلا يدير هادي، استحببها ليه، باش خليش يعني ينفر منها. مثلا انت ولدك بغيتيه يعني، بحال انا خويا الصغير كان كياكلنا باليد اليسرى، مم. كنا كنربطوها ليه ونخليوه ياكل باليمنى، واخا كان كيفكا وكياكل باليسرى، ملي شدينا مع الخاطر وبشوي بشوي ولا كياكل باليمنى. ولكن عاوتاني هذه ما كتصدقش مع كلشي، ماشي كلشي. كاينين بعض الدراري واخا ما عندوش مع الخاطر، فهمتي؟ ما خدامش الخاطر، خدامين العصا، انا كنعرفهم شخصيا، فهمتي؟ كاين واحد النوع ديال الدراري الصغار الا درتي مع الخاطر ما كيخدمش ليه، خلعتيه ضربتيه كيجمع راسو، فهمتي؟ وانا الحمد لله هاد اللعيبه ديال ناكل باليمين سبحان الله حتى لقيت راسي فهمتي؟ حيت الوالد كيقولوا ناكلوا باليمين في الصغر، كبرت لقيت الفطرة راسي هذيك كناكل كنسميها باليمين. الفطرة. الفطره والتربيه، ما نقولش انا من نهار حليت عيوني كناكل باليمين، لا كليت باليسار والوالد قال لي ولد عندي كان شويه قاصح، جمعت راسي، فهمتي؟ دابا حنا في الدار حنا في الدار عندنا واحد القاعده وما حناش كاينه في الديور الاخرين، حيت شحال مره جلست مع ناس تيقول لي هاد اللعيبه اللي عندك انت في شكل. مثلا حنا في الدار برك انا والوالده والوالد واختي الكبيره واختي الصغيره مجموعين كان في الصلاه، ما يمكنش لي انا نحط يدي لما حط الوالد ايده، كاين فين هادشي خاص يحط الوالد ايده هو الاولى وتحط الوالده وتحط اختي الكبيره ونحط انا. كيسميوها الناس في العادات المغربية القديمة، كيسميوها البركة. حيت مول الدار بحال كيقول لك مول الدار هو اللي جاب هذاك الرزق، هو الرزق راه من عند الله، ولكن فهمتي كتقول هو اللي كيحلل هذاك الرزق، كيخليه كتقدير، ولا بحال قلتي جزايا لهذاك الاب، يعني كيبدا كيستفتح على بحال الوالده بحال الوالد كان الكبير حنا عندنا عليه. كبير في العائله، كيف مثلا انت كنت دابا، انا مثلا انا هو الكبير في الطابله، كاين انا وكاين خويا الصغير وكاين اختي الصغيره، عشان كاينين احنا صحاب مثلا كتكون هذه القضيه ديال يبدا الصحاب. الكبير. كيبدا الكبير مثلا، لا كنت مجموعه انا وياك واصدقاء ابراهيم وياسر مديرين شي غدا مزيان، نخليو انت تبدا، انا نبداو حنا. واخا حنايا الصراحه ما كنديروش هاد القضيه. كايناش علاش كنشوف فيها ما كايناش، لا ولكن انا صراحه ما كنبغيش نفرض هذه بين الصحاب، فهمتي؟ حيت بين الصحاب تقدر كل واحد خويا شحال عندك من عام فهمتي انت شحال من شحال عام عندك داك من عام. العام شحال. لا ولكن نقول لك حنا زعما كعائله، لك الكبير هو اللي كيبدا، هذه كاينه في فهمتي؟ العائلات، كاينه في انا يعني في العائلات، عموم العائلات كاينه هذه. كاينه ماشي تكون شي صراحه طحت يعني من صح وسط بزاف د العائلات كيقولوا لي بدات نقول لهم مرتي بدا زعما السيد الكبير تقول لي غريبه لا، شويه، كيقول كتجيهم غريبه غريبه شويه. كتجيهم غريب. كاين اللي كاين انا حتى في داك الشيء ديال الجنائز والانس، كيقول كيكون هذاك الكبير ديال هذه الطبله كيقول الشهر لك افتتح بدا بداو كنت هي لك سيرنا. شي فقيه ولا كان تيقول لي بداو تتبدات سيرنا. هذه زوينه صراحه. آه، فاش كان خليناها في التربيه، التربيه. شوف انا نقول واحد الكلمه، ان من غير الفيديو كيهضر على التربيه، ان شوف يعني من بين الحوايج الاساسيه اللي في المجتمع ولا في الدين ولا في اي حاجه، ان التربيه شوف، لا كنت غنخلي شي وصيه في هذا الفيديو، التربيه ثم التربيه ثم التربيه، يعني
كان البارح عندنا واحد المشوار يعني تمشينا يعني درسنا كيفاش غيمشي هاد الفيديو. آآ يعني الإنسان خاصو غير يبدا، خاصو يدير غير effort، خاصو يحفّز راسو براسو، حيت ما يمكنش أنا مثلًا عبد الحق، أنا وعبد الحق راه صحاب يعني راه غنحفزو، حيت لقيت عنده نفس الميول اللي عندي أنايا، غنحفزو غيحفزني يقول لي يلاه كدا نصوروا هادي، دير هادي لوح هادي. ولكن الإنسان لقى راسو وحيد، يعني يحاول يحفّز راسو براسو ماشي يقول لك أنا كذا، أنا كذا. أنا راه الناس اللي كيعرفوني راه ما عارفينش بزاف د الحوايج عليَّ، بحال عبد الحق راه عارف عليَّ كذا، كيشوفني يعني عارفني كي داير، يعني كاين شي ناس كيصحابوني يعني مدير وهادي إلا جيت مدير، كاين اللي كيخاف، ما قادش كاين نمشي اللي المسؤولية. حنا راه ماشي يعني خايبين وكذا. خويا عبد الحق مثلًا أنا يلاه كنعرفو، جيت بغيت نطلب منه واحد المعلومة نطلب منه، شي واحد شوف، أنا كنقول أي إنسان الله يجعله يكونوا والديك غتستافد منه في شي حاجة، حاول الماكس أنك تستافد منه. عبد الحق نستافد منه أنا بواحد المعلومة مثلًا في الكمبيوتر ولا يعني بيستي كذا هادي، نحاول نستافد منه، ماشي قضية مصلحة ولا كذا، حنا شوف راه هو الحمد حاجة لله. على علاقة المصلحة. كندرت فيديو في يوتيوب، إلا رجعت أول فيديو لحتو في هاد اليوتيوب كندويش على العلاقات. في الفيديو الأول وشرحت العلاقات. العلاقات هي أهم حاجة في حياة الإنسان، فهمتي؟ حنا كإنسان كيدوز واحد المرحلة ديال باقي صغير لسه ما محسوب عليه والو، شوية كيدوز الطفولة. الطفولة كتبدا من يلاه كتزاد، ماشي من يلاه كتزاد، من 3 سنين 4 سنين حتى 13 عام. 13 عام كيوصل لسن الرشد، فهمتي؟ 13 عام حتى 18 عام. أنا من وصلت ل18 عام هنا تتعلم تقرا تكتب، فهمتي؟ الأساسيات ديال الحياة، تعلم دينك، تعلم تصلي، تعلم الأحكام إلى آخره. كتوصل 18 عام كتولي خاصك كذكر بعدا، ولا نقولوا حتى كأنثى، حيت بجوجهم خاصك تجمع جوج حوايج. أول حاجة دينك، فهمتي؟ خاصك تزيد تتعلم في دينك. ثاني حاجة تكسب دنياك، فهمتي؟ الدين دوينا عليه قبيله، هو انسان خاصو اصلا الدين عمرو يحبس، ما حدك انت باقي حي وانت كتعلم دينك حتى كتموت، هذه مفروغ منها. الحاجه الاخرى هي الدنيا، وانك خاصك تبدا تعرف شنو كيفاش تكسب المال الحلال، فهمتي؟ في الحياه. غالبا احنا في المغرب كنكونوا كساعه باقي تنقراو، يلاه شدينا الباك ولا، فهمتي؟ المهم ساعتها باقي 18 عام باقي، يلاه شديتي الباك ولا العام الاول شوف في لافاك ولا فين كتقرا. ولكن هنا فين كيخسروا الشباب. تندويش على داك النوع اللي عارف شنو باغي يدير، اولا حتى داك النوع اللي عارف شنو خاصو يدير، هاد الهضره حتى هي غتنفعو. كندوي على النوع الاخر اللي باقي تالف. داك النوع اللي باقي تالف خاصو يخرج يقلب على راسو، كيقرا يخرج يقلب على راسك، تعلم صنعه، تعلم شي حاجه عندها علاقه بالفوتوغرافي، الايديتين، شي حاجه عندها علاقه ب اي كوميرس، شي حاجه، المهم شي حاجه سواء كانت ديجيتال سواء كانت في الواقع، فهمتي؟ تعلم التجاره، واللي كنصح بها الشباب تعلموا التجاره. التجاره هي احسن حاجه كاينه في هذا الكون. التجارة خير من الإجارة. التجاره، شوف انا دابا حريفي وعز عليا التجاره، حيت التجاره الحرفه هي شاربه شويه من التجاره، فهمتي؟ ماشي التجاره ولكن جزء من التجاره، ما علينا. ولكن فاك وصلت 18 عام، انا بغيت نصحح واحد المفهوم ديال هذا الشباب، انه كيوصل 18 عام كيقول حتى شو بنادم فين وصل وانا باقي اصاحبي باقي كنقرا وباقي معايا كندخل حتى ريال، فهمتي؟ هذه طحنا فيها حنا كاملين. علاش؟ بسبب انستغرام وسبب التخربيق هذا. كتمشي كتلقى واحد عنده 18 عام راكب على مزاراتي، فهمتي؟ كتقول لك يا هذا هو عنده 18، واخا هو اكثر كيكون فيك، ولكن حنا كاينين بعض الناس بصح. يعني بحال كتقول أنه هما دخلوا لينا داك المفهوم ديال المفهوم ديال انك أنه 18 عام راه خصك تكون وصلتي. 18 عام خاصك تكون وصلتي. انا دابا بغيت نصحح هاد الفكره. 18 عام يلاه حليتي عينك بحال تقول لي راه تزاديتي، يلاه غادا تبني علاقات، هي اول حاجه، فهمتي؟ تبني علاقات. نقدر نقول لك أنه ديال العلاقات، ديال أن أول علاقة راك تكون علاقة دي فطرية، دي علاقتك مع الأم ديالك، شويه كتبني العلاقة ديالك مع الأب ديالك. نقول لك إين فوا كتبدا نخليو حنايا نقولوا حتى سن الرشد، يعني عاد كيبداو نقولوا حنا عاد كيبدا لك القلم ديالك كيبدا يكتب في الكتاب ديالك،
كنقولوا أنه تما كتبدا علاقتك أولًا مع الله. علاقتك مع الله كتبدا في الأول، علاقتك مع الله خاصها تبدا وأنت يلاه كتعرف تقول ماما بابا، خاصها تبدا علاقتك مع هذيك الله. أنا نقول لك هذيك البيريود ديال مثلًا حنا نقولوا من عام حتى ل18 عام، أنت يلاه كتعرف على الله. وهذه أنا نكون والديا ولا ماشي الوالدين نقول لهم ولدك عرفوا بالله، هو الأول عرفوا 18 من عام غير الأول. 18 عام عرفوا غير بالله، ما خليه يعرف كيفاش يبني علاقته مع الله. هذه خاصها تكون كأساسية في الحياة، نكونوا لا كنعرفوا. شوف هي هذه من بين بحال قلتي الأساسيات. الماكلة والشراب عاد كيما صافي، أنت كتاكل كيما كتشرب. خاصك تكون راه علاقتك مع الله بحال هكا. شوف وغنعاودوا نرجعوا لهاد العلاقة، لا شي بحال نقولوا العلاقات مع التربية، هاد هذا المفاهيم شوف متشابكة متشابك جدا. متشابك. خاص الأمور الإنسان ديالو كتقاد. من غير خاص الإنسان الحياة ديالو يبناه وفق واحد الأركان، واحد الأسس، أن أعمدة تكون ثابتة. من غير شوف الصلاة، التربية، التعليم، يعني ماشي التعليم نقولوا حنا طالب العلم. الإنسان مهما بلغ في العمر راه كيبقى طالب علم. تبقى طالب. والعلماء كيقولوا لك حنا باقين طلبة علم، باقين كنطمعوا في العلم. العلم ما كيساليش. من العلم ما كيساليش، العلم ما عندوش حدود، والقدرة ديال الإنسان محدودة. الخالق لا حدود لقدراته، ولكن قدرة الإنسان محدودة. نقول لك التربية، التعليم، آه يعني الإنسان يحاول يعني يقلب على يحاول راه. يبروفيتي في حياته قدر المستطاع وفاتي كثر ان شاء ان الله. شاء الله الدراري راه كاين البارت الثاني راه. راه شجعونا تبارك شوفوا، الله. راه تشجيع كاين الا كان تشوف خويا لا. عبد الحق، راه تبارك الله راه كاين ما يتقال الا كان الا شفت التشجيع راه هو اللي يخليني غنبدا نزيد البارت شوف الثاني هذا والثالث. الفيديو ان شاء الله بغينا يوصل واحد 500 لايك. 500 لايك كبدايه راه. صعيبه 500 لايك توصل ان صعيبه. شاء شوف الله 500 شوف لايك حتى حاجه ما الدراري. صعيبه، ولكن انا تنقول صعيبه حيت شوف الله عليك. كما قلت لك ان المهم ما تبقاش مالك، المهم هو تبدا. هذا هو المهم يعني. حنا المهم الدراري لايك وسيبور وركوني لايك على وسبسكرايب، الجرس. فرقعوا هذاك الجرس وان شاء الله راه شوف راه كاين جديد. انا دويت معاه راه قال لي جاي شي حاجه راه جاي بان. الجديد، جاي الجديد ان جاي شاء الله. جديد ان شاء الله. وهادشي كامل في اننا نصلحوا المجتمع، فهمتي. ما بغيتش انا، حيت البارح كنت واقف قدام المحل عندي هنايا، دازوا واحد جوج دراري صغار صارت من خويا الصغير، دازوا كيخسروا الهضره، فهمتي. تيضرني في خاطري ما نسيتهاش، فهمتي. حيت هادشي ما كناش كنشوفوه حنايا قبل واحد 10 سنين ولا 13 عام، ولينا كنشوفوه دابا نكمل البلان ديال العلاقات. قلت لك اسمح لي غنقاطعك. جاتني واحد الفكره كنا دوينا عليها البارح وغتفق معايا بزاف فيها، واسمح لي غنقاطعك. ديال ان الانسان كيسحب راسو غيعيش غيطول بزاف. واحد الدري حنا كنعرفوه بجوج، والله يرحمه في هاد النهار اللي يحيى. عندي عليه فيديو بوحدو. داك الدري الله يغفر ليه والله يرحمه في هاد النهار. آه الدري راه كان كيشوفه هو بعينه. كان راه خويا الصغير راه اه كبر معايا. وكي يعني الانسان كيسحب راسو راه غيطول في الدنيا، والدري على عمر يناز 18 وقال عام 18. 18 عام مات. انا قبيله قبل ما نجي لهنايا لعند خويا عبد الحق، واحد الاستاذ صديق، ولد الخاله ديالو مات. تخيل باش غيموت عنده السيد ديال الله 26 سنه، يعني السيد بالعمل ديالو مربي احسن تربيه، غيموت بصعقه كهربائيه. غيشوفو غيضربو بالضو غيموت. 26 عام. الانسان كيسحب راسو راه غيوصل للسوت صافي حنا الاجل ديالنا حتى هو ساهل. 63 عام عاد غيموت. راه حتى واحد ما عارف الاجل ديالو. وخاطر حنا غدا ما نصبروش، راه نصبروا على انسان. بكري. لا احنا المشكله ديالنا حنايا انه كنساو الموت راه كاين كنساو وكنساو. الموت كاين، كنساو الموعظه اللي مثلا حنا نرجعوا لواحد واحد القصه راه كانوا نساوها بزاف الناس. هذاك الدري راه اللي كان تحبس في الحفره، ماشي هو الدري يلاه عنده 6 سنين صغير. كيسحب الانسان كيقول لك لا حتى خاصنا حنا ندير 20 عام هادي ونتقاد تندير كذا وهاد ونتقاد. الفكره ديال انني رمضان صافي كيدخل رمضان كنبدا نصلي كذا وهادي ونتصور فوقيه في الجامع زعما راني الدين. كيفوت الدين صافي كتولي. كيفوت رمضان كتلقى انسان صافي رجع كما كان، وانت ما والله تنسى راسك في المساء رمضان انا ديال اول انا اسبوع. المسجد اللي حدايا
فرمضان كيعمر ما كنلقاش بلاصة، كنجي دابا بكري. دابا والله يا خويا 3 صف واحد الصفوف، 3 الصفوف ما كيفوتاش. أصلا صغيرة 3 ص صوالح واحد يقول لك صف واحد. صف واحد ما كيعمرهاش. الله يهدي والله، الجميع، الله الله يهدي يهدي الجميع الجميع. وصافي. المهم غندوي على شي ديال العلاقات، ما خليتيش نهضر على العلاقات. ما علينا. حتى هادشي اللي قلتي راه مزيان، راه ماشي غنقول شي حاجة أحسن منك. آآ كما قلنا في الإنسان كشاب ولا كشابة، يلاه في مقتبل العمر وصلتي 18 عام، أول حاجة غتبدا بها في حياتك كما قلنا 18 حياتك كاملة خصها تكون مع الله سبحانه وتعالى ومع الدين. ثاني حاجة كتبدا بها هي العلاقات. ملي كنعني العلاقات ما كنعنيش علاقات غير شرعية، حيت بنادم une fois كيسمع العلاقات كيمشي بها للتصاحب، ما عرفتش علاش، ولكن العلاقات ما عندهم حتى شي علاقة بالتصاحب. خذوا هذه كقاعدة. العلاقات هما أنواع، وموضوع العلاقات موضوع كبير. الدراري اللي خاصو فيديو ديالو ماشي ما خاصو فيديو، خاصك واحد اللي يكون اصلا قاري على العلاقات بحال الدكتور ياسر الحزيمي، عرفتيه؟ داك السيد. بزاف في العلاقات داك بعدا. السيد من غير العلاقات، يعني الامور الدنيويه، يعني من غير العلاقات، علاقتك مع راسك هي كيشرحها اللي لك كيشرحها لك. علاقتك مع الله، علاقتك مع والديك. المهم احسن دكتور قري سمعت فيه حنا على راه كيما قلت العلاقات. لك هذيك المعلومه ديال قبيله، حنا واخا نوصلوا لواحد المبلغ ديال العلم، حنا باقينا طالبين. باقيين طلبه، تبقى انا ديما والله طالب. شحال من حاجه ما عارفاش. تخيل، ورا كنا باقي ما عارفين والو. وتخيل راه راك قال لك يقول عارف لك، شي حاجه قليله، صحاب راسك عارف شي حاجه راه قال لك كثيره. يقول لك انا عارف راه ما عارف والو. وانا واحد مثلا هذيك المره ما عقلتش واش كنتي دويتي لي على شي لعيبه في الماشين وما عرفتيش شنو هي، قلت لك هذه سميتها كذا. جاتني غريبه، حيت يعني الانسان يحاول يطلب العلم. انت في واحد السن ديال ماشي سن محدد، انت في عمرك طلب خاصك العلم. تطلب العلم. شي نخلي ساعه في النهار، نقولوا حنا الساعه في الاسبوع طلب فيها العلم. هي قرا العلم كتاب، خاصو قرا ورقه. انا ما كنقولش راه اي انسان كيطلب العلم في شي حاجه انا كنقول ليه كمل فيها، غير ما تكونش متضاده مع الدين. طبعا. نحاول مثلا علم الفلك، الفوتوغرافيك، يعني اي حاجه. راه حتى الرياضات راه علم، علم علم. ولكن الرياضات. الانسان خاصو اول حاجه هي العلم الدنيا، علم الدين هو الاول، عاد يقلب على علم الاخر، فهمتي؟ حيت كتلقى واحد النوع متبحر في العلوم، مثلا كتلقاه كيعرف شي حوايج، العلوم الفلك القمر الطاقه ملي كتسول مثلا على اركان الاسلام تيبقى يشوفك، فهمتي؟ حشومه حشومه خاصنا وعار انسان ما كيعرفش اركان الاسلام ماشي ما اركان كيعرفش كيعرفش. اسلامه ودينه. راه خاص اول حاجه كنعرفش نقولوا لهم الصباح، دابا بغيت نشرح للانسان المراحل اللي خاصو يمر منها، وهذا الشيء ما تنقولش لك هو الصحيح باش نشوف هاد الحاجه. انا كنشرح لك هاد الشيء داكشي اللي دزت منه انا، كان القناعات اللي مقتنع بهم انا في حياتي. هادشي اللي غنقول لك دابا انا مقتنع به. نقدر نجي واحد النهار ندير فيديو اخر نقول لكم الدراري كنت غلط في واحد اللعيبه، فهمتي؟ يعني انا ما تنقولش لكم انا ما كنخطاش، وانا هادشي كامل تنقول فيه صحيح. سمع الفيديو مني وسير سمع واحد اخر. ما هنا الدراري تقطع الريكورد، وبدلنا هادشي، راه هادشي الدراري كيحتاج خدمه، درنا لايك الدراري وسبسكرايب. راه شوف، ثاني مره كتقطع الريكورد. ثاني مره كتقطع الريكورد. كندويو في الاخر كنصلا ما كنسجلو حتى حاجه، المهم قبل ما تقطع الريكورد عاوتاني جينا ندويو في العلاقات. حاول ما تقطعنيش لاحظت. هادشي غنقول هاد اللقطه هادي وتتغضب كلمتك، وغنسدو هادشي حتى البارت الثانيه ان شاء الله. اللي شوف الا شفنا التفاعل غنديرو البارت الثاني ضروري. 500 لايك الدراري، هذا هو الشرط الوحيد باش نعاود 500 نعرف لايك راسي. سير جمع لي يا عباد الله باش 500 لايك. غنينا كنا كندوي الدراري في العلاقات، لانه انسان فوا كيوصل 18 عام خاصو يبني علاقات. علاقات اللي كيكونوا فيهم الاستفاده اللي هو، فهمتي؟ علاقات مثلا غنتصاحب مع درجي طالب علم غينفعني في ديني، اولا غنتصاحب مع واحد اللي عنده واحد الدرايه بواحد الدومين اللي غيفيدني انايا. نحاول ما امكن نبعد على دوك الدراري اللي ما عندهم باش يفيدوك. كما كتشوف عندنا في الدرب هنايا دوك الدراري كيبقاو في راس الدرب هنايا. اشنو راس مالو؟ راس مالو هو انهم قابل موطور غادي، موطور جاي، الدريات تخربيق داكشي ما خدامش الدراري، وغادي يفسد لك اخلاقك وغيفسدك انت وغيضيع لك واحد العمر اللي انت اللي مهم. هذا العمر ديال 18 عام الدنيا راه اللي مهم. حاضره دايره علاش ترجع. حتى هي كتخسر في حياتها، مالها حتى هي كتقاد في حياتها. راه كلشي بنادم كيشوفها خارجه مع الدراري، نهار بغا يمشي يتزوج بها غنمشي ناخذها، غير لا ما غناخذهاش حيت عارف اش كتسوى، فهمتي؟ راه هي كتخسر وجهها، هو تا هو الدري كيبقى دري، فهمتي؟ ولكن كيضيع وقته، ما غيستافد منه من داكشي. ما علينا. كتبني، حاول ما امكن كتبني علاقه اللي زوينه اللي تستافد منها وما تضيعش بها وقتك. ثاني حاجه كنا جبنا الموضوع علاقه المصلحه، قبيله قلتي لي علاقه المصلحه. علاقه المصلحه هي اعظم حاجه كاينه في هذا التاريخ، كاينه في هذه العلاقات.
علاقة المصلحة هي شناهي؟ هي أنه جوج الناس بيناتهم مصالح، مثلًا أنا وسعد بيناتنا مصالح، أنا أصدقاء راه الروح بالروح راه نعطيه دمي، ولكن راه بيناتنا علاقة مصلحة، ما يمكنش تكون نكمّل معاه وما بيناتناش علاقة مصلحة، هو كيستافد مني وأنا كنستافد منه، علاقة المصلحة راه هي أهم حاجة كاينة في شركة جوجل مثلًا، شركة جوجل كيفاش تأسست؟ جوج الناس عندهم مصالح بيناتهم، أسسوا شركة هي أعظم شركة كاينة دابا حاليًا، وبزاف الشركات أخرين تأسسوا بعلاقة المصلحة. كما قلنا قبيله نايكي مثلا، نايكي واش قلتي المغرب الفاسي، المغرب الفاسي الشراكه ديالهم راه بيناتهم علاقة مصلحة، يعني الإنسان يحاول يقلّب على علاقة المصلحة ولكن ماشي مصلحة، ما تاخذهاش بهذاك المنظور ديال أنني نمشي ندور نقلّب على باش ندير مصلحتي، لأ، أنني غنستافد وغنفيد، هذه هي المهمة. من بعد ملي 18 عام حتى 30 عام كتكون عندك واحد دائرة العلاقات كبيرة، كتكبر، كتولي عندك كتعرف فلان وفلان وفلان، وأنت بدا كيعرفك فلان وكيعرفك فلان، كتولي عندك واحد دائرة العلاقات كبيرة، هنا أسستي لا باز. فهمتي؟ راه واحد المليونير أمريكاني كنظن كانوا سولوه قال ليه دابا أنت هو مليونير قالوا ليه لا حيدنا لك كلشي ونعطيك حاجة وحدة اللي تعاود تأسس بها الثروة ديالك شنو نعطيوك؟ قال لهم العلاقات. أساس الحياة هي العلاقات ماشي الفلوس. دابا أنت عطاتك فلوس غدير شي حاجة بلا علاقات؟ أنا عندي مثلا مليار فهمتي؟ باغي راه تقول لشي واحد مثلا راه نعطيك الفلوس هادي كذا، غيبقى ديما طامع فيك، ديما طامع لا، فلوسك فهمتي؟ حنا قلنا ليه هاكا الفلوس إمم، وما عندوش العمر، إمم. يمشي يقول لك حقا لا نمشي نشري الناس كذا، اي منين تلقى داك الفلوس؟ وطريح الأرض، حيت هو ماشي تصاحب معاك على أساس أنه باغيك أنت كإنسان، باغيك أنت كفلوس، فهمتي؟ ملي قلتي لي فلان غنعطيك مليون خصوصا في هذا الوقت اللي حنا فيه. كلشي كيخدم بالفلوس، أنت ملي مشيتي عند فلان وقلتي ليه شريف غتخدم معايا وغنعطيك مليون راه جا عندك هو بالفلوس، أما إلا جيت عنده قلت شاف ليه مصلحته عنده. شاف مصلحته، أما إلا جا هنا كتولي المصلحة مقلوبة، هو اللي باغي مصلحته وأنت ما فهمتي؟ وأنت ما نقدر نقول لك أنت هو الخاسر، حيت غتحط فلوس وممكن الإنسان يتقلب لك في أي لحظة، يقدر يجي واحد يعطيه 2 مليون ما يبقاش يخدم معاك أنت، أنت عطيتيه مليون جا واحد عطاه 2 ما بقاش خدام معاك أنت، أما إلا كانت علاقة مبنية على صداقة وعلى مصلحة ما فيهاش الفلوس، فكنظن أنها غتطول، فهمتي؟ على أساس أننا مثلًا حاطين في واحد البروجي بجوجنا غندخلوا منه فلوس. راني كندير نص الخدمة وأنت كدير نص الخدمة، فهمتي؟ هذه هي العلاقة الزوينة، ملي كتصل لواحد العمر ديال 28 29 30 كيكون عندك لاباز عندك العلاقات فهمتي؟ هنا تقدر تبدا دير بروجي ديالك ولا على الأقل تكون بديتي يعني عندك بروجي بانيه غير هو باقي ما ناجحش، ينجح بسبب دوك العلاقات وبإذن الله كلشي بإذن الله فهمتي؟ غادا تنجح في علاقات غادا تنجح في البروجي ديالك وأنت عندك 30 عام وعندك علاقات وكتبدا تنجح وكتبدا تنجح، والعلاقات عاوتاني كيخليو عندك واحد الexperience زوينة. كتعرف هذا وتعرف هذا وتعرف هذا وتعرف بنادم كيفاش داير وتعرف فهمتي كتوصل 30 عام كتبدا تبني في البروجي ديالك وكتبدا تحسن فيه 40 عام اش كدير صافي ساليتي انا غادي تعيش حياتك وهذا هو الغلط اللي كيوقعوا فيه الشباب كيبغيو يعيشوا حياتهم في العشرينات ما يمكنش تعيش حياتك في العشرينات حياتك كتعيشها في 40 عام 40 عام اصلا فيه كيكمل العقل النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي في الأربعين موسى عليه السلام نزل عليه الوحي في الأربعين 40 فين كيكتمل العقل من كيكتمل العقل كتريح الارض فهمتي وكتستمتع بالحياة والعمر بيد الله تقدر تموت من بعدها المهم هذا غير خلاصة الإنسان كيفاش خاصو يشوف الحياة اما هو ماشي كنقول لك غتيوقع لك بنفس الشيء اللي قلت لك ولكن تقريبا حاول تخدموا بهذه الطريقة كاين اللي كتلقاه كيبني علاقات في عام وكيدير بروجي ديالو في عام وتلقى 25 عام ربي هداه راه ربي يسر ليه ودار بروجي ديالو ناجح فهمتي وكاين اللي كيتعطل ولكن حاول انت تحاول تنجحه فهمتي هادشي اللي كاين الدراري في هذا الفيديو غنخليو سعد يقول الكلمة الأخيرة ديالو باش نقفلوا هذا الفيديو قول لنا خويا شنو اولا كنشكروك اخويا على باش هاد الاستضافه، على الجليس مول يعني. المحل اخويا اخويا مول المحل. ديما الجليسه اللي رقم اثنان، جوج راه الحلقه الثانيه راه صراحة رائعه عجبتني والله. انسان يعني متواضع في ذاته، يعني انسان رائع بالحق. ماشي يعني كنقول هذا الشيء يعني انني راه قدام الكاميرا، وراه عارفني يعني، عارف يعني شكون اش كنسوى واش انا عارف واش كيسوى، يعني راه اكثر من الخوت كما قال لكم قبيلا. راه الاخ اللي ما ولداش واش لك امك راه تلقاه في كتلقى صاحبك صاحبك وهذه.
كنشكروك بزاف وإن شاء الله حنا بغينا لك التوفيق في هاد الشي اللي كدير فيه، بغيناك تكون واصل يعني بلا ما نذكر أنا الأسماء نقول لك مواقع يعني ولا صانعي محتوى يعني كيلوحوا التفاهة، حنا بغينا صانعي المحتوى يحاولوا يعني كيحاولوا يعطوك المعلومة. خير مثال أنا يعني اللي كنتفرج فيه الصراحة حاليًا هو فاروق لايف راه خويا راه تبارك الله. زوين صراحة هذاك كيجيب الدري ما شاء الله خويا وأنا كونت نقي. كنساندو كنكمل كنت نقي و ولا لاحظتي واحد الحاجة، علاقات، آه. علاقات أخويا، كيعرف هو يساير العلاقات ما عنده شاء الله، علاقات. عنده علاقات كيعرف هذا فلان بن فلان بن فلان ميسر ليه وعرفتي حتى الله. واش هو داوي عليه، يعني هو كإنسان سي، إنسان ولكن كلشي بدا تربية من العلاقات. مربي تبارك وكلشي بدا الله، من العلاقات، يعني كلشي هو بدا من تقريبا العلاقة. كانت عنده علاقة مع واحد الشخص مشهور، من بعد بدا كيعرف هذا كيعرف هذا، هو اللي كيعرف نيمار، كيعرف جاب آخر مرة جاب محمد رمضان واخا ما عنديش مال. فهمتي؟ جاب رضوان، جاب شحال من واحد اللي ضيع، ألعابة فهمتي؟ منير الكجويس الزبيري كدا يعني فيديوهات عندها واحد يعني من قيمة غير زوينة. قيمة زوينة. أه... نقول لكم اخوتي كملوا معنا يعني ساندو هذه عبد الحق. مسيرة. خ... بغينا 500 لايك كما قلت، هذا هو شكرا. الشرط ديالي انا الوحيد باش ندوز للبارت 2. شكرا لكم وديما كايب باش ديما نقول كاين اخويا جيني ديما مراجع. كايناش ديما راه ديما جرى كايب فرق ديما ديما كايب. كايب كرة السلة. او ديديكاس الكوتش كوتش نوفل. نوفل كوتش عبد الهادي. آه، يا كنشكرو كنشكرو السي الحلاوي في شخصيه يعني في صراحة إنسان. انسان عظيم تبارك الله. راه هو دوز في الكرة الوطنية، كرة السلة الوطنية يعني راه جاية وقيلا 60 حول الله، سنة ما وقيلا شاء الله ما ما شاء عرفتش الله. انا ما، ولكن شفت شي صور عظيمة ان مم. شاء الله. كنشكروك اخويا والله يحفظك. مسكين شنقول اخويا. تبقى نقول شي حاجه ومشات لي مهمه، يعني لما تلقات ولا تفكرتها. المهم هادشي اللي كان الدراري في هذا الفيديو. ما تنساوش ديروا لايك الى عجبكم الفيديو بطبيعه الحال، دير لايك، سبسكرايب، و راه نخليو لكم غنخلي لك الانستغرام. انستغرام ديال السعده هو هنا. انستغرام ديالي انا غتلقاه هنا. المهم الا ما درتوش هنا غتلقاه في شي بلاصه اخرى. المهم حيت تمرات تقول لي ديروا هنا ونديروا لي هنا. المهم كاع الا ما لقيتوش هنا راه غنكتبوا في في البايو ديال في الديسكريبشن. نخليكم على خير والسلام عليكم.